صار في غلط انه نزل ستوري على سناب، بدي اطلع واحكي كل شيء، مش هضل ساكت. هذا اول غلط، كان انه حياتنا الخصوصيه تنزل على سناب. مشاكل يا جماعه انا ميكس عمول انه ضحى عصبته وطلعت على السناب وبدها توضح كل شيء. خلينا نكمل. السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. جيتكم في فيديو جديد معكم محمد. اوكي يا جماعه، بتعرفوا ميكس وضحى اتطلقوا، وهذا الشيء انتشر على السوشيال ميديا كثير، يعني حتى على التيك توك كنت اعمل هيك، يعني كثير عم يطلع بوجهي، وهذا الشيء كثير يعني انتشر. واخر شيء اتطلقوا، يعني كثير صعب. وهذا الفيديو راح يكون عن ميكس وضحى ليش اتطلقوا. ومن هذا القصص وبدأ الفيديو، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه وفعلوا زر الجرس، وصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وخلينا نبدا بالفيديو. يا جماعه خلينا نشوف ميكس ايش عم يحكي. جماعه، انتم بتعرفوا انه من لما صارت المشكله ما كان علي غلط 1%. انه صار في غلط انه نزل ستوري على سناب، بدي اطلع واحكي كل شيء، مش هضل ساكت. هذا اول غلط، كان انه حياتنا الخصوصيه تنزل على سناب. مشاكل يا جماعه انا ميكس عمول انه ضحى عصبته وطلعت على السناب وبدها توضح كل شيء. خلينا نكمل. اللي بالبيت، مشاكلنا البيتيه عيب انها تنزل على سناب. مش انا اللي اخترت انه ضحى تروح لتونس، هي اللي اختارت وهي اللي حجزت، ومش انا اللي حجزت لها. هي اللي كلمت حنيطي يحجز لها تروح لتونس. طلبت مني الطلاق. طبعا الطلاق كان بيني وبينها اتفاقيه، وكان في محامي عندها ومحامي عندي. هسه بجيب لك القرآن وبحلف لك عليه عشان اكون اني انسان بيني وبين ربي صادق. سمعت الطلاق من زمان قبل ما تصير المشاكل هاي، كنت اسمعها كثير وما كنت ارد. يعني كنت اسمع كلمة الطلاق منها كثير وما كنت ارد. يا جماعه انا ميكس عم بقول انه ضحى كانت تطلب الطلاق كثير، يعني طلقوا وهذا، يعني كانت تطلب الطلاق كثير. ما بعرف ليش، بس انت ليش ضحى؟ يعني ليش تطلب الطلاق؟ خلص صارت مشكله، يعني حياه زوجيه يعني. اوكي خلينا نكمل. كانت اتفاقية الطلاق بيني وبينها. دقيقة صديقي، نجيب لك القرآن عشان يعني اكون صادق قدام. شايفينه هذا كتاب الله؟ هيو شفتوه؟ هاي انا ميكس عم يحلف على القرآن نفس الدعشري حلف كذب. ليكون انت كمان ميكس عم تحلف كذب، يعني عم امزح، والله بمزح جد يا جماعه. كثير صعب انه ميكس وضحى يتطلعوا، عم انه هذا الشيء يعني ما كانوا متوقعينه الاشخاص او المتابعين. عن جد كان كثير صعب. عن جد كمان في اشخاص بتشمت بميكس وضحى، يعني هذا الشيء عن جد كثير صعب وكثير، يعني مثل ما بتعرفوا انه والله انت عم تشمت يعني، وبجوز يجي يوم حدا يشمت عليك. عرفت شلون؟ فكثير صعبه. كتاب الله، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، اقسم بالله العظيم، الطلاق كان بيني وبينها اتفاقيه وبحب ورضا. ما كان. اوكي هون ماكس عم يقول انه الطلاق كان بحب وصغى وكثير اشياء، فيعني في اشخاص يعني زودت في الكلام كثير، عم تخبص يعني من عقله. عرفت شلون؟ مني زعل بالمره، اقسم بالله. انا طلقت ب 14 شهر. طلقت وما بينت اني طلقت. طلقت وما بينت اني انا طلقت. تمام. كنت انا منبهها قبل بيوم انه الزعل هذا اللي بيني وبينك يضل بيني وبينك، لا تنزلي ستوريات دراما واغاني الناس تيجي تقلب علي، لانه انا في بيني وبينك اتفاقيه. راحت نزلت الفيديو هذا. اوكي يا جماعه هون ماكس عم يقول استفزته في فيديو. خلينا نشوف الفيديو نشوف ايش في ما في. هاي كنت انا بعد مش قايل عن الطلاق. جبل اني وعلي دوم كلك انت حجاره مني. حلو، كلك انت حجاره مني. صارت تستفز فيي بالفيديوهات وانا كانوا اوكي يا جماعه هون ماكس عم يقول انه هذا الفيديو كثير استفزني. هذا الفيديو عن جد يعني شيء استفزاز، يعني الزوج يعني فكر في هذا الشيء، يعني بقول انه عم تستفزني من هالحكي. خلينا نكمل. في ناس اقرب الناس الي والها يرنوا عليها يقولوا لها لا تنزلي ستوريات اغاني استفزاز. الفيديو هذا جايب عندها 500,000 لايك وهي مسكر الكومنتات. بعثت لها بالوقت ثاني يوم، انا ما كنت منتبه، بعثوا لي المتابعين. بعثت لها بالوقت قلت لها الفيديو نزلتيه بالوقت الحالي غلط. قالت لي مش عليك. قلت لها ماشي، انا بدي افهم انه مش علي، بس في متابعين ما بفهموا انه مش على ميكس. مليون بالمية على ميكس. طب يعني في ناس بتحبني وبتستنى مني انه انا اطلع اسولف. مزبوط، عن جد مزبوط. يعني في اشخاص بتفكر انه على ميكس من هالحكي. عن جد مزبوط. خلينا نكمل. بس ليكون يا ميكس يعني مزح معلم، يعني مشان لا والله ما مزح، والله ما مزح.
اوكي يا جماعه هون ميكس حلف على القران. خلينا نروح عند ضحى لنشوف كمان ايش عم تحكي. بتحبش توريها جسم من بعيد شوي. خلص. اوكي يا جماعه هي ولد الطلايا اللي طلع فيها ميكس وبعتها على تونس. المهم خلينا نكمل يا ضحى. صاحبتي يعني قالت لي ممنوع بين البطاقة اسم أبويا واسم أبوه وكل شيء. والله مش دراما ومش ولا شيء ومش عين زاد يا جماعة، مش عين. يعني اللي يقولوا عين واللي يقولوا مش عين يعني هذه حياة لازم تتصوروا منها كل شيء. الحياة هذه وانت عايش لازم تتصور منها كل شيء. فإن تعرفوا علاش طلعت حتى ما يا جماعه هون ضحى بتقول انه مو مقلب عن جد يعني لكم مقلب يا ضحى مشان يعني قلت لها ماكسيم توني يعني لا والله ما بزعل عن جد يعني توني كبل اسد في واحد يعني اسد يعني لازم قلت له كلمتين يا ضحى انه يساعدينا من الحكي عرفت شلون؟ يا جماعه طالما ماكس وضحى عن جد انتشر كثير يعني حتى الاخبار ما تحكي على هذا الشيء. ما بتعرف هذا الشيء اسمه نصيب يعني ما حد بيعرف وين نصيبه وايش يعني ايش بده يعمل وايش بده يعني ما حد بيعرف بكره ايش بده يصير عرفت شلون؟ فهي القصة كلها. واذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس. وهذا حسابي على انستغرام الكل يضيفني وبحبكم كثير. سلام.